اليوم فقرة الفيديو أسئلة يراد لها جواب. مساء الخير، مساء السعادة، شكوى الغني، أتمنى الكل زين. اليوم يا جماعة فيديو مجنون. اليوم الفيديو عبارة عن أكبر باذنجان بالعالم، أو باذنجان أو باذنجان، واحدة من التسميات اللي تحبوها. أوكي، فهنا عندي شويتهم ويا ملح وزي زيتون فقط. وهنا أنا عندي شاي، عبارة عن شاي تفاح ويا أعشاب ثانية بردتهم، وراح نضيف عليهم مياه غازية سادة. شلون فكرة؟ صراحة حبيت أجرب، قلت خلاص يا بنت جربي شوف شلون يصير. 1 2 3، متحمسة أجربهم مع بعض. واي ريحة لذيذة، ما أتحمل أول شي أجربه. حبيت يا بنت. بعدها ما خلصاني وجبة، هنا عندي صلصة ضحاويات سويتهم، اسمعوا شلون كيوت. عبارة عن طماطة، عفوا يا باذنجان، عبارة عن طماطة وياها حبوب وياها ثوم وياها معاها زي زيتون. واي يا جماعة، واي 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 واي. هسه يجي وقت نفتح الدجاجة. ضحى ليش يجي مسلفنتها؟ حبيت تتبخر بعد ما تطلع من النار او الفرن. حبيتها هيك تصير. شوفوني بس، شوفوني يصيحكم، يقولكم تعالوا اكلوني اكلوني. يلا نجرب. اليوم فقرة الفيديو أسئلة يراد لها جواب. كتبت لكم الأسئلة بس راح نجاوب عليها مع بعض، انتم حتجاوبوني وبس. والله نجرب. هذا كل يوم صدر دجاج عجبني صراحة. واو ريحته طيبة. الفكرة انه اخذ الدجاجة احطها هنا مع الباذنجان، ونهرسها هيجي مع بعض ومع هالطماطة، ناكلهم هيجي مع بعض. 1 2 3. إذا أقولكم الطعم خيال قليل بحقه، جد نار. لأنه صراحة ملينا من الأشياء، الرز والبرغل وهاي الشغلات، فحبيت أسوي هذه الوجبة. يعني جاي على بالي نجرب هاي وحدها. باذنجان طعمه نار. وانا سؤالي يقول، ويجني سؤال، ليش ضحى ما تمتلك الايفون؟ صراحة سأقولكم عدة اسباب، رغم ان قلت لكم اسئلة لازم جواب بس مو شخصية، بس يلا حجاوب على السؤال. شوفوا، بكل صراحة انا يعني الايفون ما احب كل شي هواي شكله، وما احبه لان احس نظامه معقد. بس هاي قبل، بس بعد السوشيال ميديا يعني، وبعد ما هواي ناس تصور، فاكتشفت انه الايفون يتعامل ويا شركات معينة ما تنزل الجودة. يعني مثلا انستغرام ما ينزل من جودة الفيديو اللي ينزل من ايفون، بس تنزل قوة الفيديو من باقي التليفونات والنوعيات الثانية. فلهذا إذا يوما ما عجبني أشتري لأجل الشغل، بس هو كشكل وما يستهويني أبدا أبدا أبدا، يعني شكله ما يستهويني هو. بس إذا أشتري بس عمود شغل وبس. اللي عقبه، أوكي، سؤال بنت تقول، سبب الأشخاص خلف الكيبورد يخلوهم بس يتهجمون ينتقدون أي شيء، مو بس مشاهير، حتى وإن كان شخص أصلا ما يسيء لهم. هو الأشخاص اللي تحكي على أحد، هذا الشي داخلي بداخلها. يعني أنتوا لا تظنون أنه هذا الشخص من دا يحكي على صانع المحتوى أو المشهور بحياته الطبيعية ما دا يحكي عن الناس، لا، أصلا هو أكثر واحد يحكي عن الناس. شاف جيران، شاف طالبة فاتت من يمه، أو شاف أحد ما سلم عليه ومستعجل رأسا حكى عليه، أو شاف شي أحد لابس لبسه ما عجبته، ينعوهم دائما بكلمات مو حلوة. هذا شلون مبهذر، يعني دائما يحسون نفسهم ذول الأشخاص أعلى من البشر الثانية.
فهذول نفسهم بالواقع يسوون هذا الشي، مرات يسمعوه ومرات لا من وراء. فسبب داخلهم، يعني هواية قلت لكم عندهم مشاكل داخلية، أو بسبب البيئة أو سبب الأهل. يعني مرات هذول الأطفال اللي الأهل يجيبوهم للدنيا يتوارثون هاي الصفات من الأهل. يعني مثلا يشوف أمه وأبوه يحكي عن أشخاص معينين، فهو راح يقعد يتعلم غير شي، لو حيصل مثلهم لأن هي بيئة عايش بيها. فنفس الشي راح ترجع المسلسل تنعاد. أو مثلا حب يتغير ويصير غير إنسان وطريقة تفكيره مختلفة، تيجي مثلا الأم أو الأب لا أنت هيك، أنت خطأ، أنت لازم هيك تسوي، لا تصير فقير، لا تصير ما أعرف شنو، يغيرون تفكيره. فهي هنا المشكلة البيئة. إلا إذا هو شخصيته كلش قوية ما يتأثر بأحد، ذاك الوقت لا، راح يتصرف طبيعي وما يسمع كلام أهله إلا ما ندر. أو احتمال الأهل مو هيك، بس البيئة اللي عايش بيها بالمدرسة بالجامعة بالشغل تغيره وبس. والله لعقبة. أوكي، السؤال الثاني يقول أني وحدة من طفولتي لحد هسه، حد هذا عمري العشرينات، أنتظر يجي اليوم اللي أنطلق بي وتكون حياتي نفس ما أريد. وهي هاي أكبر مشكلة، إنه أنت قاعد تنتظرين. إذا حظلين تنتظرين ما راح يجي هذا اليوم أبد. سبب لأن أنت لازم تشتغلين على هذا الشي، مو تنتظرين. يعني هو مو شي سحر، أنت لازم تسوين شي عمود يجي. ماكو شي تسويه بدون شغل، بدون عمل، بدون ما تجتهدين عليه، بدون ما تفكرين، بدون ما تعبين نفسك. هذا الشي واقع لازم أنت تشتغلين عليه عمود يجي. لا حد يقولك انتظري وهالشي ما يجي. إذا أنت بتشتغلين ما يجي، إذا قاعدة ما يجي. لازم أنت تسعي له. اسعى يا عبدي وأنا أسعى معاك. فإذا ما تسعين ما راح توصلين. فهنا المشكلة، يعني ما توصلي له لأن أنت ما تسعي له. ويجوز تسعي له بس ما فهمتني بالتعليق، بس يجوز بعد متأخر يراد له سعي زيادة، مو وقته هسه. أكيد راح يجي يوم وقته المناسب، بس لازم ما ننتظر. الانتظار أكبر خدعة جد لعقبة. أوكي، سؤال كيوت، ليش الإنسان ضايع؟ واي والله سؤال حلو. هذا المشروب نار. الناس اللي تدور أشياء صحية بس ما تريد تأذي نفسها، مياه غازية سادة، شاي لذيذ بالفواكه، تطبخوه على جهة، تصفوه يبردوه، بعدين تضيفوهم مع بعض. ولا غلطة. تحسون تاكلون أشياء فول صحي، فول، لأن كل أشياء مشوية، يعني ما بيها بس دهون طبيعية. ليش ضحى الإنسان ضايع؟ بسبب السوشيال ميديا، ما عنده تحديد مصير. بسبب الناس اللي يتابعهم كل يوم يشوف أحد ويريد يصير مثله. صراحة ما أحب أجمل. اليوم شفت أحد سافر أريد أسافر مثله، اليوم شفت واحد مهندس أريد أصير مهندسة مثله، اليوم شفت أحد يمتلك فد شي أنا هم أريد مثله. أو إذا مو مثله أريد أدرس هيجي وأريد أدرس هيجي وأريد أصير نفس هذا. عمود توصل، إذا ما درست هذا ما حوصل نفس هذا. ما حد يبوع شنو يريد خيارات. فشنو لازم الإنسان يسوي؟ أنا هم دا أتعلم مثلكم، يعني هاي مو مجرد حكي، لا أنا دا أتعلم إنه أشوف شنو أنا أريد، شنو أنا أحب. يعني أني هواية أشياء اكتشفها بعدين إنه هاي هوايتي والشي اللي أنا صدق شغفي أريده. فدوروا على شغفكم، دوروا على الشيء اللي تريدوها، حتى بخيارات الثانية. شنو تحبون تاكلون، أدق التفاصيل تمعنوا بيها، لأن هذا كل شيء يعني أثر على الداخل. إذا أكلتوا أكل صحي جسمكم حيصير صحي، نفسيتكم حتصير صحية. إذا أكلتوا أكل مو صحي جسمكم حيثقل، حتجيكم طاقة سلبية، لأن كثرة الدهون أول شي توقف العقل، ثاني شي الطاقة السلبية لأن جسمكم ما عاد يعجبكم بدهون زيادة، تقدرون تتخلصون منها. ما راح تتخلصون بسهولة، لأن اللي يدخل مو بسهولة يخرج من جسمكم بهالسهولة اللي تتخيلوها. مو مجرد أكلة وخلاص أكلتها. الدهون كلش صعبة يلا تطلع، مو بسهولة. يرادلها شغل وعمل، ويرادلها رياضة مستمرة، يرادلها مشي طويل، يرادلها هواي شغلات. فمن البداية ليش أحط نفسي بهذا الشيء إذا أني أريد أحافظ على نفسي وعقلي وجسمي؟ فهاي الخيارات البسيطة الناس ما تركز بيها، تركز بس بالأشياء الثانية. ولما يقولون ليش نفسيتنا تعبانة،
لو يباعون على كل تفاصيل الشغلات تمر وياهم حيشوفوها كلها متعبة، كلها شغلات تأذي على الداخل. مثلا أشخاص يضوجوني أبتعد عنهم، أحد يأذيني ما أناقشه أصلا وما أجادله، فشي دراستي ما حابتها أبدلها. هاي كلها أشياء تخلي الإنسان يشوف خيارات زيادة. بس إذا هو ما حيحكي داخله فحيضل ضايع مو فاهم شنو يريد. فهم شو هو الحوار ويا الداخل كلش مهم اللي عقبه. اوكي والله سؤال كيوت، اسئلتكم اليوم حلوة اموت. بديت تقول كيف انجز في يومي؟ وش الاشياء اللي ممكن تغير من الروتين؟ وكيف احسن من الاشياء اللي احبها واسويها؟ كيف انجز يومي؟ اولا عمود والله ننجز اليوم ويصير يوم كلش حلو ورائع. تقبل وضحى جابت العيدية واصابيها بس اقبل ودا اكل. اوكي، هو النوم. يعني اني من الاشخاص اللي يكره النوم، بس صح اكره النوم بس انام من وقت ما اسهر. السهر يدمر الجسم ويدمر الطاقة، يصير ما عندكم طاقة. اذا اول شي النوم. عمود اني اقعد الصبح كلش نشطة، لازم نايمة بالليل. انام حدي مثلا الساعة 10:30 او ساعة 11 بالزايد، غير وقت حتخلص طاقتكم. اني مرات انسى نفسي بالشغل واقعد ثاني يوم بدون طاقة. فاول شي ننام. ثاني شي اول ما يقعد بالنوم ما نشوف اي شي مزعج، نشوف اشياء كيوت، نشوف اشياء تحفزنا على الحياة، نشوف ناس واقعيين، مو اشخاص مجرد يعني عبارة عن اشياء مال. يعني شلون اقولكم، يعني ما اريد احكم على احد، بس القصد منه مو اشياء مزيفة، اشياء واقعية وحقيقية. روتينات مع اشخاص كل شي يسوون حلو روتين. مثلا كلام ويا امي، اقعد الصبح نقي اسمعه. مثلا اشوف كرتون حلو، هذا الشي يعطيكم طاقة من الصبح. وراها انتو من حتشوفون هاي الطاقة طبيعية صارت بداخلكم، حتبدون انتو already تريدون تنجزون، تريدون تسوون شي، فتروحون تشتغلون شوي شوي. واذا حسيتوا بتعب اخذوا استراحة، مو كله يعني ما تعطون نفسكم مجال. صار لي ساعة ايش لاعبك؟ ليش اي والله تقبل تجي. اكبر لقمة باذنجانية، 1 2 3. مهروسة وذايبة. اما شلون نحسن من الاشياء اللي نحبها؟ تمارين عليها. يعني انا احب الرسم اتمرن على الرسم، انا احب الخياطة اتمرن على الخياطة، انا احب الطبخ ابدي اسوي بيني وبين نفسي بدون ما بوع له هو. يعني مرات انه تباعون تتعلمون اوكي، بس على مود اسوي شي افرح بيه ابدي من الاشياء اللي انا احبها اسوي شغلات. يعني انا يوم اعشق الباذنجان كلش احبه، فقلت ضحى اني مو صديقة الرز كلش هو. فيا بنتي يا ضحى شلون تاكلين دجاج ويا باذنجان وهاي الشغلات؟ ففكرت بعدين ذكرت اني مسوية صلصة بالبيت صحية، فجبت الطماطم وحطيتها وصار طبق متكامل ولذيذ ومجنون. اريد شي غازي بس اريده صحي. شلون نحسن من الاشياء اللي نحبها؟ هذا اني الاكل شي احبه، فغيرته بالشاي وحطيت لميها غازية وضبط. فهيجي نبدي نكتشف الشغلات الداير مدايرنا، بعدين شوي شوي حنشوف نفسنا ننجز. رمت عليكم. اوكي، سؤال هم كيوت. بنت تقول شلون اصير انسانة واعية اكثر وافكر بنفسي اكثر؟ باعوا الانسان يوعى من التجارب صراحة. التجارب بحياته او يمر بظروف صعبة تبنيه وتعطيه شخصية قوية اكثر، خاصة اذا هاي التجارب من عمر صغير. يعني عمر مو عبر المراهقة وباقي الشغلات، يعني عمر صغير يتأقلم ويتعلم شلون يفكر زيادة. هذا قصدي بالعمر الصغير. فالوعي مو شرط بالعمر، بس التجارب بالعمر معين تبني شخص شخصيته قوية. اما شلون نوعى مثلا احنا كبار وبعدنا يعني مو واعين بس مو فاهمين، تفهمون قصدي؟ فيحتاج لها عمق بالتفكير، تجارب ويا أشخاص. هم ارجع على التجارب، تعامل ويا ناس زيادة، عمود أوعى. أباوع أشياء تخليني أوعى، تخلي عقلي يشتغل. يعني مثلا ذاك يوم أنا أحكي لكم على قصة فيلم مثلا،
هذا الشي من شفتاني طاني توعية وطاني وعي زيادة وفكرة أكبر. ما ظليت شخص محدود الفكر بمجرد فيلم وناس ترقص ولابسين حلو هاي، لا 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 لا، صار عندي تفكير بعمق زيادة. فنفس الشي أنا إذا ما مرت بهواي تجارب لازم أشوف تجارب، أقرأ تجارب، أشوف تاريخ تجارب، أشوف فيديوهات أحد يحكي عن تجاربه. ذاك الوقت راح يصير عندي وعي زيادة. بس يجوز ما حثق بنفس الكلام اللي أسمعه، بس لما أنا أجربه أقول إيه والله فيديو سمعته، لو بس سمعته وما أخذته يعني بجد كان ما صار هيجي بيه، صح؟ فالإنسان إذا ما يمر بشي ما ياخذه صراحة. يقول ماكو أحد يتعلم ببلاش أبدا أبدا أبدا. هذا الطبق أسميه طبق الحب. والله والله يا الغالين طعمه نار لذيذ حد الجنون. آخر سؤال معانا، ليش أحيانا أكو ناس من أول لقاء ما أحبهم وما ارتاح لهم؟ هل هذا الإحساس صحيح أو مجرد شكوك مني وظن؟ والله سؤال حلو باعم. احنا مرات هالقد ما نشوف شغلات نتأثر بيها، وإذا حتى لو نحس نفسنا ما تأثرنا بيها بس دماغنا وعقلنا الباطن دا يتأثر بيها. فش راح نقول لما نشوف أحد ونقابله تجي شكو أفكار بالدماغ قدامنا؟ يعني يجوز هي شوي تنطبق عليه بس هو مظلوم، أو مرات بتنطبق عليه. فهاي أفكار عقل باطن، بس بعدين ورا التجربة ورا من عرفه كل الزين إذا انطبقت عليه هاي الشغلات نقول إيه والله نفس ما فكرت بيه. بس إذا ما انطبقت ورا فترة يعني وطلع لا ماكو هاي كل الأفكار غبي الشخص هذا، فنكتشف إنه أفكارنا خطأ. فهي بالتجربة احنا راح، بس مو احنا يعني خطأ من عدنا انه احنا هيك نفكر، لا، بس من الاشياء اللي نشوفها ونسمعها والمسلسلات والدراما الموجودة بالحياة واشخاص مماثلين من ذول الاشخاص، فنظن كل الناس تشبههم. فلهذا اي احد نشوفه رأسا مرات ما نحبه او ناخذ عليه فكرة خطأ، بس مرات نظلمهم. يعني لازم نفهم الاشخاص عمود بعدين ننطي علينا يعني الانطباع الأول ما يصير رأسا. الانطباع الأول نشوفه هيك ببساطة، بالتجارب راح يبين الشخص شنو وبس. والله خلصت الباذنجانة. شنو ضحى رأيك؟ 1,000,000 من 10 هالوجبة ولا غلطة، مميتة حد الجنون والله جد. استمتعت جدا بالوجبة، صحية جدا، معدتي خفيفة، داخلي مرتاح، نفسيتي صارت أحلى. ولا غلطة يا حد يريد يبدي أكلات صحية حاولوا كل شي مو صحي لأشياء صحية شوي شوي. وموت عليكم كان وياكم نفر غاسل وطالع من الحمام، صار وياكم نفر غاسل وطالع من الحمام ونشف شعره. اي والله كفشت يعني اقبلوا. اموت وصلنا نهاية الفيديو. مو معبالكم الكفشة مو حلوة، صح لي شعر هو الكفوشات تخبل.